الحقيقه التصريح نتاعها انا سمعته، هو هدد ابنتها بالقتل، القتل يعني الفاجعه ان اقدمت على تعلم القبائليه. هذا ما جاء في التصريح على الاقل الشيء اللي سمعته، ربما مفبرك ولكن هذا الشيء اللي سمعته. تصريح كما قلت خطير صادم مروع، لانه يفتح باب المجابهه بين الجزائريين، واحنا الحرب الاهليه مازال ما نسيناهاش. ومما زاد في هول تصريح السيده صالحه نعيمه انها ليست مواطنه عاديه، بل هي رئيسه حزب، هي نائب في البرلمان، يفترض انها تملك خطابا سياسيا متزنا. وذكرني تصريحها الخطير بقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. تصريح ضيفتك هو عنف لفظي وانزلاق خطير جدا، مفعم بالكراهية والبغضاء والشحناء في وقت تحتاج فيها الجزائر إلى خطاب الرزانة وضبط النفس. تصريحها يتعارض مع الدستور الذي أعاد الاعتبار للمكون الأمازيغي، علما أن الأمازيغية في عقر دارها. نحن نعيش مرحلة تاريخية هامة، وهي المصالحة مع الذات الثقافية بعد تراكم النضالات وبعد المصالحة السياسية المعروفة. نحن في حاجة إلى نقاش هادئ. من حق السيدة نعيمة صالحي أن يكون لها رأي مخالف لرأيي، لكن نحن في حاجة إلى نقاش هادئ يحترم فيه الرأي الآخر وتحترم فيه هويتنا المتنوعة بمكوناتها الثقافية. تصريحها هو انفعال، ونحن نعلم أن الانفعال لا يبني الأوطان. فلا كما قال الشاعر: لا يحمل الحقد من تعلو به الرطب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. تصريحها انفعال يسيء إليها كأم هددت ابنتها بالقتل يا للفاجعة، ولم تلبث أنها تريد أن تعيش في انسجام مع ثقافة مجتمعها. فأين نحن من مقولة الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق؟ والأم معلمة، ونحن نعلم أن المعلمة إذا أساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولها كما قال الشاعر. وأخشى أن يحدث هذا التهديد بالقتل جرحا هوياتيا عميقا في نفسية البنت، قد تكون له تداعيات خطرة على حياتها. نعم. تصريحها في قتل ابنتها ينم عن وجود خلل في منظومتها الفكرية بغض النظر عن مبرر التهديد بالقتل، وإلا فبماذا نفسر تعارض تصريحها مع القرآن الممجد لتعدد الألسن: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. تصريحها يتناقض حتى مع تراث الصحابة، فعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنه قد قال: تعلموا الألسنة فإن كل لسان بإنسان. تصريحها يتعارض مع جوهر الأدب العربي، الشعر العربي اللي قال فيه الشاعر: بقدر لغات المرء يكثر نفعه فتلك له عند الشدائد أعوان، فبادر إلى حفظ اللغات وفهمها فكل لسان في الحقيقة إنسان. اسمح لي عن المقاطعة يا دكتور. تصريحها يسيء إليها كرئيسة حزب إن فعلت بدل دراسة المسألة الأمازيغية في إطار حياة الحزب هذه الدراسة متأنية. أنا لا أتكلم ولا أهاجم ولست ضد الأمازيغ الأشراف النزهاء، أبناء الجزائر الأصليين والحقيقيين سواء كانوا عرب أو أمازيغ أو غيرهم، باختلاف يعني تواجدهم وجهاتهم، سواء كانوا توارب ولا كانوا قبائل ولا كانوا. أنا منعت ابنتي من التحدث والتكلم بالأمازيغية، عفوا ليس بالأمازيغية وإنما بالقبائلية المفرنسة.
منعت ابنتي من التحدث، وكنت يعني فعلا كلمتها بطريقة صعبة وتعمدت أن أقول ما قلت لها. وهذه طريقة يعني في فاصل دو صغلي حنا اللي نتكلموها في الشرق، نقول لك نذبحك نقص لك ندير لك، هذا التشديد في العقاب والتخويف والترهيب. كنت أقصده حتى لا تأخذ البنت هذه اللهجة القبائلية، لأن الآن ما فيش لغة طالما لم نجمع كل اللهجات وبالطريقة المتفق عليها، فليس لم نصل بعد إلى مرتبة اللغة يا سيد فراس. إذا هنا ما عندناش لغة أمازيغية حد الآن، هي عبارة عن لهجة التي فرضت الآن على الناس، هي لهجة قبائلية مفرنسة. هذه اللهجة القبائلية المفرنسة أنا طلبت من ابنتي أن لا تتكلم بها، وما زلت أطالبها بذلك، وأرفض أن تتعلم ابنتي أو غيرها من الأطفال أن يتعلموا هذه اللهجة القبائلية المفرنسة. إذا أنت لست ضد اللغة الأمازيغية؟ إطلاقا كيف أكون ضد؟ لا، لست ضد الأمازيغية، بالعكس أنا ممن شجعوا وقالوا لابد أن نطور تراثنا. أنا أولا لست ضد الأمازيغية. أنا جاوني إلى المكتب الشعري يتكلموا معايا فقط. لا، المروع ما كان يقوله المروع أنه تجاوز عن الأخطار الحقيقية التي تحوط بالجزائر وبهوية الجزائر وبدين الجزائريين، ويتكلم عن لفظ نحن نتعامل به يعني في كل الحالات وفي كل الأيام وعادي، يعني ولا أقصد بها نقصدها. الأمازيغية أنت تقرين بوجود لغة اسمها اللغة الأمازيغية؟ كاين لهجات أمازيغية لم تتوحد لتشكل لغة أمازيغية. هذه اسمح لي، اللغة الأمازيغية التي أريد لها أن تفرض علينا هي لهجة قبائلية مفرنسة. احنا مش هذه هي. في الدستور اللغة الأمازيغية لغة رسمية وطنية. لغة رسمية وطنية وجدت في الدستور هذا الكلام. لكن متى المواد ما تقول بعد تطويرها لما نطوروها ولما نوحدوا اللهجات الأمازيغية ويتفق كل الأمازيغ على تلك يعني عصارة تلك اللهجات ويوافقوا عليها، ثم نكون عندنا لغة رسمية. هذا ما نص عليه الدستور. أقرأ نص الدستور، نعود الكلام آخر، أنه يقول الشاوية، يقول السوارف، يقول الشرشويين وكل الناس اللي هم أمازيغ لما حضروا اجتماعات باه يديروا هذه اللغة اللي قلنا باش نوحدوا هذه اللهجات ونخرجوا منها عصارة اللي هي اللغة الأمازيغية، ضربوهم وعنفوهم. ومش هكذا، إنما يا ريت تدعوا هاد الناس اللي تهضروا معاهم هنا في البلاطو، وين قال لك داروا لنا أكل مسمم، يعني صارتهم توكسيكاسيون ولا في المستشفيات باش ما يكملوش يعني شيء خطير. هاو الخطير المفجع يا سيد فراس يا أكاديمي، أنا حقيقة كنت أحترمك لكن فاجأتني وفجعتني اليوم. تفضل دكتور فراس، تفضل. والله من دواعي الأسف يعني أنا أحترم السيدة صالحة ناعمة من وجه باعتباره ديمقراطي ولو وهي تختلف مع آرائي، ولكن هذا كلام تلقي الكلام على عوائله. فأولا اللسان القبائلي هو جزء من الأمازيغية، وقد نص تعديل وليس الفرنسي قلنا القبائل أهلا وسهلا على راسي، القبائل على راسي. أما القبائل قبل جلسة المفرنسة مرفوضة سيدي، مرفوضة. فأنا لم أقل القبائل، أنا قلت المفرنسة. أضف الوصف قل القبائلية المفرنسة، قل هذا الكلام. نحترم فقط بعض. علق على هذا الكلام. دكتور تفضل دون مقاطعة. تفضل. لا أريد تشويه. أنا لم أقاطع. لا يشوه. لا. أنا أرفض أن يشوه. قالت السيدة ناعمة أرفض القبائلية المفرنسة المفبركة في أكاديمية البلغارية في باريس. أنا هذه التي رفضتها. نعطيك كلمة بعد ما نكمل. والقبائل على رأسي، والقبائل الأشرار مفهوم. على رأسي. تفضل دكتور. نعم، شكرا سيدي الفاضل. القسمي محمد السعيد سكري زوي.
القسمي محمد السعيد سكرتير زوي.